في دول كتير في العالم اتغيرت حضاراتها واتقسمت بسبب الاحتلال، لكن في 7 دول بالتحديد فضلوا أحرار طول عمرهم، محدش قدر يحتلهم ولا يرفع عليهم علمه. تعال نشوف هما مين. رقم 1 اليابان، اتحاربت واتدمرت في الحرب العالمية بس محدش احتلها رسمي، أمريكا بس أدارتها فترة، لكن اليابانيين فضلوا مستقلين بإمبراطورهم. رقم 2 تايلاند، وسط مستعمرات انجلترا وفرنسا كانت الوحيدة اللي محدش دخلها، لعبوها سياسيا صح جدا وحافظوا على استقلالهم بدهاء. رقم 3 ايسلندا، بلد تلجية محدش فكر يحتلها، حتى وقت الحرب بريطانيا دخلت تمنع الألمان بس، لكن الشعب نفسه فضل حر ومستقل. رقم 4 ليبيريا، اتأسست على ايد عبيد محررين رجعوا من أمريكا، ومن يومها وهي دولة حرة ولا استعمار أوروبي قدر يقرب منها. رقم 5 نيبال، بلد إيفرست، الإنجليز حاولوا يحتلوها بس الجرخة قتلوا بشراسة لدرجة إن الإنجليز ضموهم لجيشهم بدل ما يحاربوهم. رقم 6 إيران، قوية من أيام الفرس، اتحاربت كتير بس محد يسيطر عليها بالكامل أبدا. رقم 7 بوتان، مقفولة في جبال الهيمالايا، مفيش جيش ولا استعمار عرف يوصل لها وعاشت حرة في سلام لحد النهاردة. الخلاصة مش دايما القوة اللي بتحميك، أحيانا الذكاء والموقع هما السبب إنك تفضل حر طول عمرك.